منتخب مصر يدوس على منتخب السعوديه. عارفين يدوس يدك كده، احنا دكناهم. يدوس 4-0. احنا دوسنا على المنتخب اللي فاز على الارجنتين 4-0. 4 بفريق الاهلي. ده الجانب السيء بقى. فريق الاهلي 7 لعيبه بيلعبوا، ما شفتش منهم الاداء ده في الفريق بتاعنا. خد عندك هاني، شوبير، ياسر ابراهيم، مروان عطيه، امام عاشور، تريزيجيه، زيزو. 7 لعيبه ما شفتش الاداء ده. احنا دكينا المنتخب اللي هو دك الارجنتين. انتوا متخيلين احنا النهارده احنا عاملين اداء عالي، بس ايه بقى يا حجازي؟ ايه عارفين ايه يا حجازي؟ ما تطلعش نفسك عليا. هاني بترفع عرضيات يا هاني ما تزحلقش النهارده ولا زحليقه واحده. عارفين زحليقه مفيش. ايه يا هاني؟ عارفين ايه يا حجازي؟ ما تطلعش نفسك عليا ليه يا حجازي ساعه ماتش الترجي يا حجازي؟ لا، هاني شغال بس في المنتخبات الوديه. ياسر ابراهيم النهارده بيطفش القوه الرهيب، يعني ياسر النهارده ما شاء الله مكنه. لكن معانا احنا ايه ده؟ انتوا فين يا جماعه؟ انتوا فين؟ انا مش شايفكم. تريزيجيه كده عنده دم، والله ما هقدر اتكلم عليه. زيزو 3 زيزو. عندنا على راي عبله كامل بيقول لك بيقلب بطه بلدي. في كومنت كتبته على لعيب كده او حاجه، احنا عندنا بيقلب كتكوت، عامل اسيست جايب جول. مفيش اكتر من كده. زيزو ايه يا زيزو؟ صحتك ما تردش عندنا، بنخوفك يا زيزو، بنكهربك يا حبيبي. انت واخد فلوس عندنا يا حبيبي، ما كنتش شحن بيها والله العظيم. لا، امام عاشور بيجري، مروان عطيه تحفه النهارده، تحفه فنيه. في يا جماعه طب هو يستروب عندنا عامل لكم ايه؟ يعني انا مش فاهمه، بس عامل لكم عفريت؟ طب ما هو مدرب عادي يا حبيبي، عامل لك ايه؟ كل واحد بيلعب في مكانه نفس اللي بيلعب في الاهلي. انا النهارده اقتنعت ان يستروب مظلوم معاكم، والله العظيم مظلوم. نفس التشكيله نفس الحطه بتلعبوا فيها في الاهلي. في يا جماعه والله، فيها هاني، فيها زيزو. انا مش فاهمه في ايه. تحس ان هم بينتقموا مننا النهارده الماتش بالنسبه لي انتقام. ده مش الفريق بتاعنا. انت النهارده بتورينا ان انت تقدر، دون النظر ان السعوديه ده مش مستواها. يعني عارفين تحس ان هم مش بيهجموا عن استحياء. في لعيبه غايبه مش فارق لها. يعني تحس ان يعني احنا برضو متألقين، والله العظيم متألقين ان احنا نجيب 4. يعني ده بالنسبه لمستوى الاهلي مع الترجي. لا، في تغيير كبير جماعه. والله هاني كان ماسكها زحليقه مع الترجي. ياسر كان اكنه انتوا فين يا ولاد؟ انا مش شايفكم. اطفش الكوره ازاي؟ زيزو حبيبي كان ماشي زحلقه. زيزو حبيبي ما كانش عارف يشوط كوره، كان لسه بيتعلم المشي معانا. عارفين البيبي اللي بيبقى لسه مولود بيتعلم المشي؟ زيزو كان معانا بيتعلم مشي في ماتش الترجي. يعني خد بايدي يا ابني، يعني فاهمين؟ احنا كنا وصلنا الليفل خد بايدي يا ابني. مش شايف، مش قادر امشي. كنا ماشيين بالليفل ده والله العظيم، كنا وصلنا الليفل ده. انا كنت قلت في الماتش بتاع الترجي والاهلي، قلت يا جماعه حد يدي عكاز لزيزو. ما بتفرج على الماتش يا جماعه، زيزو محتاج عكاز. يعني الراجل حرام مش شايف، كبير في السن، 90 سنه بجد، مش 29 سنه خالص. يعني والله العظيم احنا كنا في مهزله. النهارده سبحان الله ماشيين رايحين جايين بنجري. يعني يستروب مسك لكم عصايه جوه في الاوضه، مش فاهمه. المنتخب بقى عندي تعليق على السعوديه. ارجع واقول الناس اللي بتقول السعوديه مش احسن حاجه النهارده، في ناس بتقول السعوديه مش احسن حاجه على السوشيال ميديا وبتهجم على الاستحياء. تمام ماشي، انا معاكم على فكره. انا مش هقول حاجه ما حصلتش. انا بتفرج على كوره وبحب اللي بيتفرج على كوره بيفهم كوره والله. اوكي، السعوديه كانت بتهاجم عن استحياء وعندها غيابات كتيره وكان مش فارق لها الوديات. ماشي، شفت الليفل ده. بس ارجع واقول لك ان احنا ده مش مستوانا برضو. يعني الاهلي، فريق الاهلي اللي بيلعب معانا مش نفس الليفل ده يا جماعه. النهارده والله هاني بيرفع عرضيات انا ما شفتها معانا. ما شوف كان هاني مقضيها زحلقه. زيزو اللي لسه اقول لكم عايز عكاز، بيجري. ياسر النهارده بيطفش كور. لا والله العظيم امام النهارده بيجري. جماعه ماتش ترجي ليفل والنهارده ليفل تاني. اتفرج على ماتش ترجي هيعرف انا بتكلم في ايه. اللي يتفرج على ماتش ترجي كامل هيعرف انا بتكلم في ايه، صدقوني. يعني ليفل تاني والله العظيم. النهارده احنا 7 لعيبه من الاهلي بيلعبوا في المنتخب وبيلعبوا في الماتش النهارده ليفل تاني. احنا بنتكلم في مستوى تاني يا جماعه والله العظيم. يعني جاي بقى عايز يعاركني ويقول لي المستوى ده كان فين ايام الترجي بسبب خروجنا. على فكره احنا خرجنا من كل البطولات. انا مش هرجع اقول الترجي وما اعرفش، خرجنا من كاس العاصمه وخرجنا من كاس مصر وخرجنا من الترجي. احنا مركز 3 في الدوري وشكلنا هنهبط. يعني قعدنا نقول هنلاعب كونفدراليه ده الزمالك ايه ده بيلعب كونفدراليه هنلعبها. ده انتوا لناها، يعني انتوا لناها هنلعبها. انا عارفه كتر التريقه ده بيجيب ايه والله العظيم، بيجيب نبر.
يعني بيجيب نبر. احنا حبيبي احنا قعدنا ننبر لما خرجنا من كل البطولات، كل البطولات. احنا دلوقتي، وعلى فكره اللي هيفوز بالكونفدراليه هيلعب، يعني الزمالك ممكن تلاقيه السنه الجايه واحنا لا. يعني تخيلوا من كتر التريقه احنا في الاخر خرجنا من كله، وهتلاقي الزمالك يعني بيقول لك هاي السنه الجايه هاي. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، انا عايزه بس اقول حاجه. انا مش راضيه عن اداء الاهلي الفتره الاخيره، وقلتها قبل كده والله، قلتها قبل ما نخسر ماتش الترجي، قلتها هنخسر، قلتها هنخسر، وقلتها قبلها نخرج من كاس مصر، لان مفيش مستوى. احنا مش بانين على اساس اللعيبه بتعمل اللي هي عايزاه، اللعيب اللي بيعمل كل حاجه من غير عقاب. اي بني ادم مش لعيب بس، لو شايف انه بيعمل اي حاجه مباحه من غير عقاب، الدنيا مش هتمشي، مش هتمشي. فانا مش فاهمه احنا بنعمل ايه، احنا بنعمل ايه. انا قلت من اول لازم عقاب حاسم. اللي بيوجع اللعيبه الفلوس ده، اللي بيوجع الموظف الخصم بيوجع اللعيبه الفلوس. اصل اللعيبه دي ما بتحسش بقيمه التيشيرت. مش تقول لك النادي الاهلي خيره عليا، مش عارفه جابني منين يعني ونشلني من الضياع. لا، هيقول لك انا باخد فلوسي، فانت لازم توجعه بالفلوس. طول ما انا بخصم هيشتغل، عارفين هياكل الزلط. النهارده كل واحد عايز يظهر في المنتخب، والله العظيم النهارده حاجه يعني حاجه تفرح عشان المنتخب، وتحزن في نفس الوقت عشان النادي الاهلي. النهارده كلهم بيجروا عشان يظهروا في المنتخب، عشان واجهه سي في. لكن احنا عادي، انت وصلت للاهلي خلاص، احسن نادي في افريقيا، خلاص انا حققت الليفل بتاعي. زيزو كان في الزمالك بياكل الزلط، جه عندنا انا خلاص وصلت اللي انا عايزه، وصلت للنادي الاهلي احسن نادي في افريقيا. هل هشتغل على نفسي؟ لا. في الزمالك كان بيتمرن في الصحراء، كان محافظ على نفسه، كان بيجري، والله العظيم كان بيقع ويطلع يجري. دلوقتي زيزو لفت نظري حاجه، بيقع معانا في الملعب اي ماتش لينا مستني حد يقومه، مسن مع احترامي للمسنين والله، يا عيني سنهم كبير يعني بجد، مسن. غير كده انت مش هتلاقي اي حاجه. زيزو مع الزمالك كان بيقع ويطلع يطير. هات له كده اي ماتش لزيزو مع الزمالك، اتفرج على اي ماتش، مش لازم يكون معانا، اي ماتش لزيزو هتلاقيه بيقع بيطير. انا بقالي فتره عماله اتفرج على الماتشات القديمه كلها، كان بيقع بيطير. هو في ايه يعني؟ انت جاي عندنا خدت فلوس عمرك ما كنت تحلم بيها، بتعاقبنا زي ما تقول نشلناك من الضياع. يعني انا مش فاهمه، انت المفروض تيجي كل يوم تحمد ربنا وتبوس ايدك وش وتفضل تجري في الملعب كل يوم. لكن بجد اللي بيحصل ده انا مش عاجبني. المنتخب النهارده خلاني حزنت على النادي الاهلي، والله حزنت. يعني انا عماله اقول هو دي لعبتنا؟ ده اللي احنا لو والله العظيم والله لو كنا لعبنا بالمستوى ده ماتش ترجي، ما كنا خرجنا، كنا كسبنا، وما كانش داخل فينا كل الاجوان دي. لكن انا ارجع واقول احنا السبب، احنا ما عاقبناش اللعيبه، احنا بالعكس ده امام لما غلط خفضنا له العقوبه. بصوا يا جماعه، احنا اللي غلطانين، احنا لازم نعاقب. والله لو عاقبنا هيجروا، لو عاقبنا مش هيتزحلقوا، لو عاقبنا مش هيستنوا نقول لهم يكسبوا. مش انا كنت بقول عيب مدرب، عيب لعيبه وبعد كده المدرب. لكن المدرب الاول لا، لعيبه الاول. بس على كده مبروك لمنتخب مصر ولكل اللي اتفرسوا زي من لمشجعين النادي الاهلي. يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه، والله ربنا معاكم. يعني انا دمي محروق النهارده والله من الماتش، بس تمام. بس المهم حاجه المنتخب كسب، واتمنى ان يكون بدايه كويسه، نكسب الماتشات، مش يبقى وديه بس،